ماما انا نتيجتي طلعت. بالراحه على نفسك شويه يا اختي، متحمسه كانك طلعتي الاولى على المدرسه. ايوه انا طلعت الاولى على المدرسه. بصي الشهاده. يا مزبتي في ايه يا ماما؟ يا فضحتي في ايه يا ماما؟ انا عملت ايه يا مراري؟ ايه اللي انا شايفاه ده يا بنت؟ انت نص ربع نص تمن درجه في الاقتصاد المنزلي. انا كنت عارفه انك عيله فاشله. روحي نجري اغسلي المواعين واعملي الغدا. حاضر ماما انا نتيجتي طلعت. وجاي تقول لي ليه يا حبيبي؟ ما تروح تقول لمامتي. مامتي ايه؟ بنتي مامتي. ده مين يالا؟ عمر يا ماما. عمر مين؟ ده حرامي يالا. حرامي. ماما انا سقطت. يا اختي بطه يا اختي بطه. يا اختي حلوه يا اختي حلوه. وريني يا حبيبتي. ايه الاصفار الكتير دي؟ كل ده كحك بسكر. ايوه لازم مكافأة بقى. بنتي اسراء خدي اختك وهاتلها الحاجه الحلوه اللي هي عايزاها. هي حاجه حلوه. حاضر يا ماما. وحسك عينك تجيبي لنفسك حاجه بالدرجات الزباله اللي انت جايباها دي. يوه اسراء ينفع تشوفي لي 357 في 2910 بكام؟ 138,870. هو انت استخدمتي الآلة مش كده؟ لا هي دي محتاجه آلة. انت غريبة قوي. اسراء انت ماسكة الحلة كده ازاي؟ دي سخنة جدا. استني هجيب لك كريم حروق. هو انت ايدك محصلهاش حاجة ازاي؟ اسراء انتي ماسكه موبايلي ليه؟ انا ايه يا ماما؟ انا اسفه يا حبيبتي. يتم الان مسح ذاكره الروبوت اسراء 25. بجد حصل كده؟ ايه الموضوع؟ ما تضحكوني معاكم. لا ولا حاجه، ده موضوع كده احنا ما حكينالكيش عليه. سيبك منها كملي. يلا يا بنات بقى. ايه ده انتوا خارجين؟ رايحين السينما. حلو قوي هاجي معاكم. لا يا اسراء مش هينفع. ليه؟ عشان مفيش مكان في العربيه. يلا باي باي. بس هما 3 بس. يلا الفصل كله يتقسم مجموعات وكل مجموعة فيها 4 طلاب. هو انا ينفع ابقى في مجموعتكم؟ لا مش هينفع، احنا اخترنا ملك تبقى الرابعه. ولا يهمك هشوف. خلاص كده يا جماعة، كده كل المجموعات اتكونت. مستر بس انا ما لقيتش مجموعه. اتفرجي على زمايلك وهما بيشتغلوا زي كل مرة. افتحوا الواتس شوفوا الصورة اللي بعتها لكم على الجروب. مفيش حاجة بعتت على الجروب. لا مش الجروب ده، احنا عاملين جروب تاني. طب ما ضفتونيش ليه؟ عادي بقى يا اسراء نسينا. اصعب احساس ممكن نحس بيه هو الوحدة وسط ناس كتير بيقولوا ان هم اصحابنا. تعالوا ما نخرجش شخص معين من دايرتنا، ولو شفتوا الشخص ده في المدرسة في الجامعة في الشغل خليكوا انتوا الايد اللي تطبطب عليه. برضه سايبه مذاكرتك ومتنحلي في الحيطه زي المتوحده؟ ذاكري الله يكرمك بدل ما تعرينا. انا ذاكرت كويس قوي بس مش عارفه ليه حاسه مش فاكره اي حاجه. والله مهما حفظتي هتنسي برضه. دي دماغك مهويه مش نافعه غير في المسخره. حاسه انه المسؤوليه تقيله قوي عليا السنه دي. هو انت مفيش غيرك بيذاكر يعني؟ ما كل الناس بتذاكر وكل الناس بتنجح وزي الفل، انت بس اللي قاعده لي كده. ماما هو في امل ان انا اخش كليه هندسه زي بنت خالته صح؟ والله انا ما عارفه انا خلفت بنت فاشله زيك كده ازاي. المفروض بنت خالتك دي هي اللي كانت تبقى بنتي مش انتي. احنا عارفين ان انتوا اي حاجه بتقولوها او بتعملوها فهي عشان مصلحتنا، بس كل اللي محتاجينه منكم الفتره دي هي طبطبه وثقه فينا عشان نعرف نثق في نفسنا. اسراء يا اسراء. اسراء انت معايا؟ ايوه. عملتي الواجب؟ انا اسفه يا مستر ما عملتوش. انا مش عارفه ما افتكرتوش ازاي. اسراء انت محتاجه تركزي اكتر من كده. انا اسفه. جماعه اسراء انت مش شايفانا بنتكلم؟ انت كل مره تقطعينا كده. انا اسفه ما خدتش بالي، ما تزعلوش مني. حبيبتي عملتي ايه في المدرسه؟ الحمد لله كانت كويسه. هحكي لك. كنا في حصه العربي وبعد كده ايه ده يا ماما انت عامله ملوخيه؟ صح هكملك. كنا في حصه الانجليزي. لا كانت حصه العربي باين. وبعد ماما هو بابا فين؟ اسراء ينفع تروحي تنضفي اوضتك؟ ايوه طبعا. اسراء هو انا مش قلتلك تنضفي اوضتك؟ انت بقالك ساعه باصه في الموبايل ومش مركزه في اي حاجه حواليك. انا اسفه يا ماما ما ركزتش خالص. هو اعملها دلوقتي. انا لازم اركز واذاكر انجليزي ولا اذاكر عربي؟ ما يا ترى زعلوا مني النهارده؟ يا ماما عامله اكل ايه؟ لا خلاص هركز.
كتير عندهم ADHD وهو اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة. تعالوا نفهمهم بدل ما نقعد نلومهم. انتي بجد هتقومي؟ انتي نسيتي انك ما اشتغلتيش قبل كده ولا ايه؟ محسساني انهم هيسيبوا كل دول وياخدوكي انتي يعني. يا شيخة نامي. ايه القرف اللي تحت عينك ده؟ طب انتي ومستحملة نفسك، الناس ذنبها ايه تبص على المنظر ده؟ وبتفطري كمان. انتي ناسية انك لما بتفطري بطنك بتتنفخ وبتبقى قد كده؟ روحي خفيفة، روحي خفيفة عشان تترفضي كده وانت شكلك كويس. يعني ما فطرتيش وبرضه تخينة. البسي حاجة واسعة، البسي حاجة واسعة. ما تروحيش. لا لازم تروحي، يمكن تكون دي فرصتك. استني هعرف. بتعرفي برضه هتقدري. كفايه بقى. كان هيحصل ايه لو مش هتقدري؟ الشغل ده هيفرق معايا قوي. انا بقول لك مش هتقدري من انك تتحملي شغل. مش هتقدري، ما تنزليش. ما تستغربوش، الصوت ده مش جواكوا لوحدكم، ده جوا كل واحد فينا. بس دورك ان انت ما تصدقوش وتحب نفسك وتطبطب عليها، لان صدقني هي ما تستاهلش منك الا كل حاجه حلوه. انا عامله لك ملوخيه أيوة. زي بتاعه طنط بالظبط. الله عليكي. زي بتاعه مامتك بالملي. بص ادوق بقى. بص انا عملت لك ايه تاني يا اسراء؟ هو كل يوم؟ لا ده مش زي بتاع كل يوم والله. امال ايه ده؟ ده طعم جديد. يا خبر. دوق افتح بقك. اقول لك ايه صحيح ما قلتلكيش. ايه يا بنتي في ايه؟ ايه؟ معلش ممكن تقوليها تاني؟ انت يا بنتي طرشه مالك. بتضحكي ليه؟ انا بقولك ان انا اخويا عمل حادثه. انا حالة الذوق. ما كانش قصدي والله، مش عايزه اعرفك تاني. يا رب انا لازم اشوف تفسير الحلم ده. تفسير لحلم ان الاكس بيعوم في حلة شوربة خضار. عريس للاسبق. الهبل ده. طب انا حلمت اول امبارح ان انا امي بتعاقب مع اسدين قصر النيل. تختبريني يعني؟ عريس للاسبق برضه والله شكلك فشار. هل تقصد فشار؟ خد بقى الحلم ده. حلمت ان انا ورقة الامتحان بتجري ورايا عشان تاكلني اخر لقمه في الطبق. عشان تاكلك اخر لقمه من الطبق. عريس للاسبق برضه. تأمري بحاجة تانية؟ بقول لك ايه، بقى جاموسة لو فتحت امك تاني. قوم هات لي كوباية مية. قوم هات لنفسك. انا عملت لك شاي بلبن امبارح، وانا نزلت لك الاسبوع اللي فات الفجر عشان اجيب لك اندومي، وانت اديتني 5 افيان وانا ما قلتش لبابا، وانا سبتك تديني بالقلم السنة اللي فاتت وما رديتهالكيش. ده بعد ما انا عزمتك على صندوق من ماك الشهر اللي فات. على ماك. بقول لك ايه، جعانة؟ قوي. بابا جونز بس النص بالنص. لا 70 منك 30 مني، وتجيب لي الميه. احلى مسا عليكي. فل.